معايا طلب داخل اخده دلوقتي، وهحكي لك واحنا في الطريق هحكي لك ازاي بنحسب سعر المايل على العربيه اللي احنا بنستخدمه. هيكون فيديو حلو ان شاء الله. ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي فولو لو انت اول مره تشوفني من على الفيسبوك، وتحط لي كومنتك الجميل. كومنتات الناس بصراحه ساعدتني اخر مره. الناس كتير حبت انها تتفرج وتشوف يعني ازاي بنتعايش. ده صاحبي مهند، تعال نروح نسلم عليه. مهند من مصر، وكان لاعب دراجات محترف برضه. يا هنا شغال من الساعة ايه كام؟ والله شغالين من الساعة النهاردة ان شاء الله الساعة 11 كده. نزلت متأخر، صحيت متأخر. انت بقالك قد ايه هنا؟ بقالك كام سنة؟ اهو داخلين في اولموست تقريبا 3 سنين اهو. خلاص النهاردة امتى؟ يوم 27 الجاي يبقى 3 سنين. وهننزل امتى ان شاء الله؟ يعني يشوفوا لنا زيارة كده شهر 3 ولا 4 الجاي. 3 ولا 4 ظبط حالي يعني. ننزلوا كده نشوفوا اهلنا واصحابنا. طيب ماشي. وانت ايه رأيك؟ والله انا ما عنديش مشكلة، انت انا لسه معاك. شغال دلوقتي ولا ايه؟ لسه نازل، كنت في مشوار الصبح. طب الحق بقى عشان بيزي دلوقتي. ماشي. ماشي. يلا. فرصة سعيدة. يلا سلام يا هون. سلام يا سلام. باشا. عايز حاجة؟ يلا اشوفك بعدين بقى. سلام. الجو شتوي بس الشمس طالعة برضو. هي البلد هنا غريبة شوية، الشمس بتطلع والشتاء ينزل، ممكن بالليل تلاقي في تلج، فهي بلد غريبة شوية. يلا بينا نخشوا. الدنيا زحمة جدا واحنا معانا طلبين هننزلهم. هننزلهم جنب بعض يعني، هننزله واحد وبعدين نروح نودي التاني. يلا بينا نشوفوا اول حاجة نروح نجيبها. اول حاجة هنجيبها هي عنب، وتعالوا نشوفوا العنب سعره عامل كام اللي احنا هنجيبه يعني. المفروض ناخده العنب دوت ونروح نوزنه. شوية دولت عاملين $5.50. الحاجة التانية رايحين نجيبها ايس كريم. تعالى نشوف الايس كريم اللي هم عايزينه هيبقى عامل كام. هو مش ايس كريم، هي حاجة كده شبه الايس كريم، عاملة $3. الحاجة التالتة اللي عايزين حاجة كده شبه جيلاتي كيمو كونو بتاع مصر، فاكرينه دوت اللي هم عايزينه. العلبة ديت عاملة $7.68 ديت. هم عايزين واحدة منها. عايزين نوع جيلاتي تاني، في نوع كده عامل زي دولسيكا بتاع مصر، فاكرينه؟ انه واحد بقى عشان هما كذا نوع. عايزين النوع اللي تحته خالص دوت عامل $2.84. هو ده. دينا نروح نجيبوا عيش، عايزين عيش. قسم العيش هناك اهوت عند المخبوزات. هنخش من هنا عشان الناحية التانية في واحدة واقفة فمش عارف أعدي منها. هو ده النوع العيش اللي هم عايزينه. العيش دوت تمنه $1.42. الحاجة التانية اللي هم عايزينها، عايزين بتاع كده عاملة زي بتاع كده للأطفال، في تفاح كده متقشر وفي زي كراميل كده. تعالى أوريهولكم. عايزين منه 6، ودوت عامل $1.47. بعدين عايزين نجيبوا بيتزا كده صغيرة جاهزة برضو بتخش الفرن على طول، عاملة $1.17. عايزين 4 مش واحدة بس. يلا بينا عايزين نجيبوا صوص. تعالى معايا ونشوفوا نوع الصوص اللي هما عايزينه ونشوفوا عامل كام. انا بحط لك الاسعار اهوت عشان الناس بتسأل عن الاسعار وكده، فانا بحطها لك علشان تشوف يعني متوسط الاسعار هنا عامل كام في وست فيرجينيا. دوت اسمه سويت بيبي باربيكيو صوص. دوت حاجة كده شبه الكاتشب، بس هو مش كاتشب يعني، هو قريب منه. بيستخدموه في لما يجوا يشووا فراخ مثلا، بيحب ياكلوه مع الفراخ، ممكن ياكلوه مع بطاطس. فاهم؟ عامل زي الكاتشب كده بس مش زي الكاتشب قوي يعني، طعمه مش قريب من الكاتشب بس هو مش كاتشب. فعامل $4 دوت. يبقى جربه حلو، يبقى جربه مع الفراخ. وبعدين عاوزين من دي زي مكرونة كده، ومكرونة بيتحط عليها جبنة. تمام يعني الجبنة بتخش جواها كده، يبقى حاجة زي مكرونة تشيز.
وعاملة $1 وتمانية وأربعين سنت. بصوا مكتوب اهو، كانوا عايزين منها 2. وهنجيبوا زي باكيتات قهوة كده. بصوا هنا في جميع انواع القهوة، يعني ممكن ستاربكس حاطط لك قهوة هنا انك تيجي تشتريها من هنا، دانكن حاطط لك قهوة انك تيجي تشتريها من هنا، فاهم؟ في كل المحلات اللي بره او كل الاماكن اللي بيبيع قهوة، فكله بيحط القهوة بتاعته انك تشتريها عادي من اي مكان. بصوا في قهوة كولومبي، قهوة بولندي، قهوة اندونيسي، قهوة من كل حاجة، فاهم؟ هتلاقي برضو في قهوة هنا اثيوبي، هتلاقي كل حاجة موجودة هنا. بص كل حاجة عن القهوة موجودة هنا. القهوة اللي هم عايزينها، عايزين قهوة الباكيتات ديت اللي هي الرفيعة اللي هي شبه الكوفي ميكس والحاجات اللي هي زي عندنا ديت. هم عايزين واحدة من ديت عاملة $1.48. فيها 6 باكيتات. القهوة اللي أنا بحبها القهوة اللي هي الباكيتات، بحب أشرب القهوة ديت، أتمنى $5.12. القهوة ديت حاول تجيبها، جميلة جدا يعني، بحب أشربها. الحاجات التانية اللي احنا رايحين نجيبها دلوقتي، رايحين نجيبوا سكر. تعالى ايه نشوف السكر. سكر هنا، سكر هنا اهو في النص، لو كل دوت سكر. تقريبا هو ده السكر اللي هما محتاجينه، السكر اللي هما محتاجينه، وعامل $3 اهو كل دوت. يلا بينا. احنا عايزينها دلوقتي، عايزين واحدة من ديت عاملة $3.28 اهيت. هنا عايزين نجيبوا علبة شيبسي. علبة شيبسي، تعالى اوريك ازاي. ديت علب فيها شيبسي، تعالى نشوفوا انو واحدة هما عايزينها. علبة الشيبسي اللي هما عايزينها عاملة $16، فيها 28 كيس شيبسي، فيه 8 انواع مختلفة. هو كاتب لك الارقام على كل نوع، يعني مثلا الدوريتوز الاحمر دوت عامل فيه 6 جوه، والازرق فيه 2، فاهم؟ واللي تحت دوت من كل واحد 3، ما عدا اخر واحد هو الفشار فيه 2، والشيتوز عامل فيه 5 جوه، فاهم قصدي ايه؟ فهو بيحط لك تشكيلة كده عشان تختار منها اللي انت عايزه ومتزهقش. عامل $16 تقريبا. جميع انواع البسكوتات بقى، اللي هو بص اوريو، في اوريو هنا بانواع كتير جدا واشكال مختلفة. بص، كانوا عاملين اوريو بتاع سيلينا جوميز دوت، معرفش نزل مصر ولا لا. عارفين انتوا المغنية؟ معرفش نزل مصر ولا لا، المهم كانوا عاملين لها اوريو يعني. كان جبته مرة كان طعمه استغفر الله العظيم، والله بصراحة ما عجبنيش. واوريو بالليمون، وفاهم انت في كل حاجة. احنا عايزين نجيبه بتاع كده شبه الاوريو، وتقريبا هنا، تقريبا اللي تحت دوت، تقريبا هو دوت اللي احنا محتاجينه. عمل $2.68. ان هنروح نجيبه حاجة كده زي جيركن العصير، تعالى اوريها لكم عامل ازاي. المفروض يكون هنا، تقريبا هو ده. هو دوت عامل كده عصير فيه فراولة، عصير كده بالفراولة والليمون وشوية حاجات كده، عامل $3. أمريكا بيحبوا يشربوا القهوة اللي هي الساقعة، موجودة برضو ديت في مصر، اللي هي مثلا من ستاربكس بالحاجات ديت. وهنا برضو بيحبوا يشربوا الشاي ساقع، فانت لما بتروح تشتري ويسألك يقولك عايز الشاي ساقع ولا شاي مش ساقع عادي. فانا دلوقتي هجيب شاي، هو ده الشاي اللي بقولك عليه، عامل $3.72. هو جيركن شاي يقعدوا يشربوا فيه بقى، طبعا بيكون مسكر، روست سويت هو مكتوب. في منه طبعا شاي تاني ما يكونش مسكر، فاهم؟ في واحد مسكر وواحد بص دوت مفيهوش سكر، شايف مكتوب اهو شوجر فري مفيهوش سكر، وانت ممكن تحط السكر بعدين بقى عادي. محتاجين نجيبه شاحن من دولت، بس البتاع مقفول، فانا محتاج ان انا اروح اجيب حد يفتح لي الازاز دوت عشان يديني الشاحن اللي انا عايزه.
تمام، جبنا اهوت الشاحن عامل $8 كده. بس فاضل 3 حاجات وبعدين هقف هقسم الطلب دوت عشان اشوف هم طلبين. واحد فيه حاجات كتير واحد فيه حاجات قليله، فانا هقسمهم علشان اول ما اروح عند العربيه احط الحاجه على طول وامشي، ما اقعدش ان انا اظبطهم وكده، فاهم. الدنيا زحمه قوي النهارده، في ناس كتير، وساعات بيجي اوقات مش بلاقي حاجة كلهم على بعض، مثلا 17 نفر في المكان كله. احنا عايزين جي 24 هنا، عايزين دوت عامل $8.50. قسمت الحاجة اللي فوق هما ال7 حاجات اللي هو بتوع طلب، والحاجة اللي تحت كلهم بتوع طلب تاني. فانا كده قسمتهم، لما اروح بقى هناك عند الكياس وكده فانا خلاص عرفت دولت تبع ايه ودولت تبع ايه، فانا هحط دولت في اكياس لوحدهم واسيبهم على جنب، وبعدين احط دولت في اكياس لوحدهم واسيبهم على جنب، واحط مثلا دولت في شنطة العربية ودولت في الباك دولت في الكرسي اللي ورا، فاهم. بس واروح انزل واحد وانزل التاني على طول، ما اقعدش بقى ايه اقعد اتلخبط واقول دوت لا دوت الكيسه دي بتاعت ده والكيسه دي بتاعت ده. فخلاص احنا كده عرفنا ايه رايحين فين وهنيجي منين. احنا طلعنا خلاص اهوت، حطيت الحاجات في اكياس، اهو زي الحاجات اللي فوق زي ما قلت لكم، الحاجات اللي تحت رايحه لطلب تاني. وانا ركنت العربيه هناك تقريبا، كنت ساعات بركنها هنا جنب عربيه مهند الهوندا، بس ما كانش في مكان فحطيتها هناك بقى وخلاص. بس ننزلوا من على الرصيف دوت عشان الرصيف دوت عالي، ننزلوا من الحتة ديت وبعدين نخشوا يمين. الجو مش ساقع بس بتشتي كده. حطينا الحاجة ولقيت العربية ديت راكنة جوا ورايا. بص، حاطط البطة وحاطط مش عارف ستيكر ولا ايه. المهم يعني بص، هو مش حاطط نمر قدام عشان زي ما قلت ممكن تحط اي حاجة قدام، وهناك بص نفس الكلام برضو، واحد مش حاطط نمر قدام حاطط حاجة تانية. هناك مفيش نمر، النمر كلها في العربيات من ورا زي دوت كده. بص، في من ورا في العربية في نمر، لكن من قدام ممكن تحط بطة دبدوب اي حاجة. تمام، احنا اتحركنا اهوت، وكنت عايز بقى ايه احكي لكم ازاي بنخصم الضرايب بتاعة الميلات بتاعة العربية. مثلا انت جبت عربية دلوقتي والعربية ديت عليها مثلا 10,000. بص خلينا نتكلم بالكيلو علشان في ناس كتير قوي بتفضل تتكلم بالمايل، بما ان معظم الناس عندي مش عايشين في امريكا يعني. ممكن نتكلم بالكيلو. انت دلوقتي جبت عربية عليها 50,000 كيلو، اشتغلت بيها سنة، حطيت مثلا 10,000، بقت العربية 60,000، ففي 10,000 كيلو انت استخدمت العربية بيهم. في اخر السنة كل واحد هنا شغال بيدفع ضرايب. الضرايب بيقولوا لك تحب تحط الميارات بتاعتك ولا تحب تحط البنزين وقطع الغيار والحاجات اللي انت بتجيبها للعربية. 90% من الناس بتختار انها تحط الكيلوات. ليه بقى؟ هو عندنا هنا بيحسب المايل الواحد ب 65 سنت، اللي هو مثلا خليها كيلو يعني ب 65 سنت. فهو 65 سنت دوت كان الاول تقريبا 50 سنت حاجه كده. 65 سنت دوت على المايل الواحد حلو كتير جدا يعني. ممكن 65 سنت يمشوك يعني اكتر من مايل، يمشوك مثلا 2 مايل 3 مايل مثلا يعني. فكل الناس بتختار ايه؟ ان هم يحطوا مايلات. ففي اخر السنه انا بطلع له كده، انا في ابلكيشن منزله بحسب المايلات عليه. حلو. فانا في اخر السنه بطلع له ورقه كده من الابلكيشن ده، بقول له انا استخدمت العربيه بميلات كذا. فبيشوف الميلات دي تحسب كام. مثلا لو ال 10,000 مثلا او الكيلو، ال 10,000 كيلو يحسبوا مثلا $800 مثلا. حلو. $800 دولت ما يتخصموش مني، او لما يجوا يخصموا يحطوا ان في $800 ليا، فاهم يعني. بدل ما يخصموا ال $800 لا يخصموا مثلا 200، فاهم، انا اخد الباقي. هي ماشيه كده هنا. اكتشفت بقى ان في ناس كتير قوي ما تعرفش الكلام ده، شغاله هنا في امريكا ومش بتعمل كده، شغالين كده زي ما تيجي. بتوفر كتير جدا يعني لو انت بتعمل كده.
علشان ده حقك، فاهم؟ اللي هو ما تطنش الكلام ده، دوت حقك كده كده انت هتدفع في حاجه زي كده. حاول انك تحاول تظبطها وتركز وتحسب وتعمل. كمان الحاجه التانية، الحاجات دي بتشغل دماغك، يعني اللي هو مش انا عايش وخلاص يعني، فاهم؟ بس ظبط حالك وما تعيشهاش كده عشان تكون فاهم يعني لما حد يسألك على حاجة، ولا يعني مثلا انت شغال في حاجة، حد يجي يسألك على حاجة انت فاهمها، فاهم ازاي تتكلم فيها، ازاي تشرحها له، فاهم؟ ما تعيش كده زي معظم الناس اللي انا بشوفها بيبقوا عايشين زي ما تيجي في اي بلد في العالم، يعني مش شرط هنا. احنا داخلين اهوت عشان ننزل اللي هو الطلب الاولاني. تقريبا هنخش شمال، هنطول، وتقريبا الطريق هيخش بينا يمين. لا، هو في دخلة يمين قدام. بصوا المنطقة ديت. ديت زي مكان كده في تجمع سكني. مربحة جدا حوار التجمع السكني دوت اللي هما بيعملوه هنا، بيكسبوا منه فلوس كويسة جدا. لازم نعمل ستوب هنا علشان نبص ونشوف في عربية جاية ولا مش جاية. بعدين هنخش يمين تاني. الكنايس في المنطقة ديت بتبعت كده يعني ناس يخبطوا على البيوت وكده ويقعدوا يتكلموهم في الدين المسيحية وكده هنا. فمرة جالي بنتين كده خبطوا. ايوه، هما بيحاولوا ان هما يعني يعرفوا ناس، عشان هنا في نسبة كبيرة من الناس ما عندهمش ديانات. فخبطت عليا، فبتقول لي انت سمعت عن الدين المسيحية؟ فقلت لها اه، وطبعا انا عندي اكسنت. فبتقول لي هو انت منين؟ فقلت لها انا من مصر. بتقول لي هي عارفة ان مصر فيها ديانتين، فيها مسيحية وفيها مسلمين يعني. فبتقول لي انت منين؟ قلت لها من مصر. فقالت لي انت مسلم يعني ولا مسيحي؟ فقلت لها لا، انا مسلم، اسمي محمد. فقالت لي طب حابب ان انا اعرفك عن الدين المسيحيه؟ ولا قلت لها لا، انا عارف عن الدين المسيحيه يعني اعرفها، يعني مش محتاج انك تشرحي لي عنها. بس فمشت يعني. فهم هنا بيعملوا كده، بييجوا يخبطوا على الناس وكده يعني يحاولوا ان هم يسالوهم لو هم يعرفوا ديانه او ما يعرفوش ديانه. لو ما يعرفوش ديانه فبيحاولوا ان هم يقولوا لهم يعني عن الدين المسيحيه، عشان هو الدين المسيحيه اللي معروف في المنطقه ديت. يعني هو معظم الناس يا اما ما عندهمش دين يا اما عندهم الدين المسيحيه. وهنا في مسلمين، يعني في شويه ناس مسلمين، مش كتير طبعا، يتعدوا على الايد يعني. يعني ممكن تلاقي من كذا بلد في هنا ناس مسلمين في الحته اللي انا قاعد فيها، بس مش كتير يعني. احنا وصلنا اهوت المكان. هنا الطلب الكبير اللي هو دوت هننزله لهم هنا، فلازم نعمله سكان على اي نوع من الانواع ديت عشان نتاكد ان دوت الطلب الصح اللي هو نازل في المكان دوت. نزلت جزء من الحاجه ودوت باقي الحاجه اهيت، هسيبها لهم هنا واخد الصوره ونمشي. ولازم تخلي بالك من العيش دوت علشان لو حطيت عليه حاجه هيتبهدل، فخليه على جنب. يلا ناخد الصوره ونمشي. يلا بينا نروح نودي الطلب التاني. نقفلوا الشنطه. يلا بينا. انا ما اقصدش حاجه وانا بحكي لك الحاجات اللي هي كده، زي ما في ناس من الكنيسه جات لي البيت. انا بحكي لك حاجات بتحصل معايا هنا يعني، فاهم؟ ما اقصدش حاجه وحشه خالص. يعني في ناس بتكون يعني بتتخيل ان انا اقصد يعني حاجه يعني وحشه، فما اقصدش يعني. الاجواء ديت بحس ان هي كئيبه اكتر من الاجواء الثلجيه، اللي هو بيكون الشجر عامل كده والدنيا بتنزل زي نسبة مية كده زي ما انت شايف، بتشتي. فبحس كآبة رهيبة بصراحة. واصله لك الفكرة؟ دوت المعبد اليهودي، شايفه؟ أمريكا كبيرة، فيها جميع الديانات، جميع الجنسيات، فيها كل حاجة. كل حاجة في أمريكا موجودة يعني، فاهم؟ أنا ليه بقى أخدت الطلب دوت مع إن ممكن يكون بعيد سنة؟ علشان الناحية التانية اللي أنا رايحها ديت في مكان تاني أقدر أخد منه طلب تاني. يعني مثلا لو الطلب دوت رايح في حتة تانية عكس الاتجاه دوت ما كنتش خدته. لكن أنا هاخد الطلب دوت هناك في
وول مارت تاني، فانا مش محتاج ان انا ارجع كل المسافه ديت. فانا مجرد ما انا هنزله فانا هوقف عند الوول مارت التاني ده واستنى هناك اخد لي طلب من هناك. فاهم قصدي ايه؟ هو تمنه تقريبا $25، فقلت يعني اخده واستنى هناك بقى. مسكت الطريق الشمال عشان انا في دخله اخشها شمال، فقلت بدل ما انا افضل على الحاره اليمين علشان في عربيات كتير قوي بتخش يمين، قلت خليني شمال، وربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب ان شاء الله. بص الاشاره حمراء وانا ما بحبش اللون الاحمر، ربنا يجعل اشارتنا كلها خضراء، او يا ربنا يجعل طريقنا كله اخضر. حلوه كده احسن. احنا داخلين شمال اهوت، فلازم اقف في النص هنا ايه واخش بسرعه قبل ما العربيه اللي جايه ديت تيجي. وبعدين هنطلع الجبل دوت، وبعدين البيت فوق بقى. في حد سألني سؤال بيقول لي افضل ترامب ولا افضل بايدن الرئيس الامريكي يعني. هو خلينا نتكلم بصراحة، ترامب للعيشة في امريكا او للامريكان مش المهاجرين يعني، فهو افضل للامريكان وافضل جوه في البلد وبيظبط البلد، لكن مش افضل للمهاجرين. هو انا بصراحة بيبهدل الدنيا يعني، الناس متبهدلة. ولما بيمسك بقى حوار الايس بقى والهجرة وبينزلوا الشوارع، فهو بيبهدل الدنيا بمعنى الكلمة. بايدن ما كانش قوي للبلد، وكان بيبعت مساعدات وبيبعت حاجات كتير وبيصرف فهو مش قوي للبلد يعني او للامريكان، بس كان حلو للمهاجرين. كان اي حد يقدم على فيزا كان ممكن ياخدها بسهوله عكس دلوقتي. حاجات كتير كان هو مظبطها يعني للمهاجرين، حاجات كتير زي مساعدات، اي حد يعمل لجوء كان بياخد اللجوء. فاهم؟ فهو ترامب حلو للبلد والامريكان، وبايدن احلى للمهاجرين. فاهم؟ هي ديت وجهة نظري. لو انت عندك وجهة نظر مختلفة يا ريت تشاركها معانا، هنكونوا من الشاكرين بصراحة لو انت شاركت معانا معلوماتك يعني. اللي احنا رايحينه هو البيت ده اللي على الشمال ده، فبص كده مفيش عربيات جاية فندي اشارة ونخش اهو. هو ده حاجة هي ننزلها على الباب وناخد الصورة ونمشي زي كل مرة. ايه دي الحاجة اهيت، نرجع ورا شوية كده ايه وناخد الصورة. تمام خدنا الصورة ويلا بينا نقفل العربية ونمشي. تعالوا افرجكم على المكان هنا. بصوا مفيش اي حد غيري، كل الناس مستخبية في البيوت مفيش عربيات، مفيش اي حد غيري. متنساش تعمل لي لايك، تعمل لي فولو لو انت اول مرة تشوفني من على الفيسبوك، او تعمل لي سبسكرايب لو انت بتتفرج من على اليوتيوب. دوت كان فيديو النهارده، واستنوني فيديوهات كتير ان شاء الله. يلا السلام عليكم.